يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي هيوصل لكم فيه الفيديو. انا بصراحة التوقيت دوت كنا الساعة 6 الصبح بتوقيت القاهرة. انا كنت طالعة كده في البلكونة بصراحة بجيب بقى هدوم العيال علشان يروحوا المدرسة، كنت ناشرة في البلكونة من بالليل. فعجبني بصراحة المنظر قوي، شروق الشمس كده كانت لسه بتشرق كده ومنظر الخضرة بقى كده قدام البيت، منظر بقى كده مريح للأعصاب. فبجد حبيت اشارككم المنظر الحلو قوي دوت. وبما اني بقى النهاردة ان شاء الله هعمل لكم طاجن رز معمر زي ما الكتاب بيقال، زي ما بيقولوا يعني حاجة كده زي العسل ما شاء الله، حلو قوي طعم بقى وريحة. وعايزة اقول لكم كمان ازاي يطلع معاكم وشه حلو قوي، يعني الرز المعمر كده يطلع معاكم بالوش كده ويطلع معاكم ريحته حلوة وكمان مظبوط جدا ان شاء الله في التسوية. بس حبيت الاول قبل ما ادخل على محتوى الفيديو اشارككم الاول المنظر الحلو قوي دوت. كنا الصبح بدري قوي فحبيت ان انا اشارككم معايا المنظر الحلو ده. قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، يا ريت حبايب قلب ما تنسوش تضغطوا اللايك، يا ريت الاشتراك في القناه اللي ما اشتركش في القناه وخد لكم جوله في القناه. بجد ان شاء الله انا واثقه ان هي تعجبكم جدا ان شاء الله. اولا انا كان معايا طاجن كده، ما عندك بقى طاجن، عندك صينيه المونيا بايركس اي حاجه مش هتفرق، بس انا متوفر عندي الطاجن فانا بحب بقى اعمله على اصله كده في الطاجن طالما الطاجن موجود عندي. بتجيبي بقى كمية الرز بقى على حسب أفراد أسرتك. بتعملي بقى كوباية، بتعملي اتنين، على حسب أفراد أسرتك. ولازم يكون كده مثلا 3/4 الطاجن كده مثلا فاضي، علشان الرز دوت بيزيد جدا في الفرن. أنا طبعا جبت الرز نقيته كويس وغسلته كويس جدا وصفيته من المية. وزي ما قلتلك لازم تسيبي كده مسافة. انا هقولك بقى على سر حلو قوي بيخلي الرز ده معاكي مفلفل جدا مش معجن خالص، وكمان بيخلي طاجن الرز معاكي كده فيه لمعة، والرزايه كده برزتها كده مستويه جدا وطعمها كمان حلو قوي. اول حاجه هحط حوالي نص معلقه كده صغيره من الملح. تمام. وهبدا ان انا احط بقى كوبايه صغيره كده من الميه. دي الاستكانه الصغيره بتاعت الشاي، مش اللي هي الكوبايه الكبيره، صغيره زي ما انتوا شايفينها كده، يعني اكبر من بتاعه القهوه شويه. طبعا هتقولي ايه لازمه الميه، ما احنا بنحط لبن، لو حطيتي لبن بس ممكن يطلع معاكي مش مستوي كويس، مكان مستوي ومكان لا. فطبعا الميه هتساعد ان اللبن ان هو فيه بيستوي كويس جدا. كمان حطيت 4 معالق من الزيت النباتي، ويكون زيت ريحته حلوه. طب ايه فايده الزيت؟ الزيت ده بيخلي الرزايه لمعه كده، والرزايه كده طالعه برزتها كده مستويه كويس وفيها لمعه كده. وكمان معلقه كبيره كده من السمنه البلدي الفلاحي، معلقه من الزبده المتوفر عندك. بما ان اصلا انا شلت القشطه بتاعه اللبن، ودي لبن فلاحي كده بخيره، فقلت طيب القشطه اللي انا شلتها ما كنتش اعرف ان انا هعمل رز معمر، فقلت برضو هحط معلقه ونص كده مع معلقه السمنه البلدي. احنا عايزين بقى ناكل حاجه بقى حلوه كده في بيتنا، حاجه كده من روايح زمان، روايح امهاتنا ربنا يقدمهم الصحه يا رب بجد. ف يعني عايزه يعني تاكلي الحاجه صح طبعا زي ما انتوا عارفين. عفوا. بتخدمي الحاجه كويس جدا. طبعا عشان انا حاطه فيه قشطه فتحس ان هو زي ما يكون فيه لبن مع الميه، تحس ان هو فيه لبن. طيب مقدار الرز معاكي مقدار اللبن قدين علشان خاطر الرز يطلع معاكي مظبوط جدا، وما يطلعش معاكي ني ولا اي ولا معجن كمان. قد عقلتين من صوابعك. بتقلبيه كويس كده، وبعد ما بتقلبيه كويس في اللبن كده بتقيسيه كده بصوابعك كده، شوفي قد عقلتين من صوابعك. انا حسيت ان هو قد عقله واحده بس، لسه ما جابش العقله التانية، فعرفت ان هو كمان عايز لبن تاني. طبعا لو انت حطيتي الغيط كده واللبن اللي عندك خلص، ممكن تصرفي وتكملي بميه عادي مفيش اي مشكله، كمان كوبايه ميه ولا نص كوبايه. المهم لغايه ما يجي عند العقله التانية من صابعك كده تمام كويس جدا. انا بقول كده علشان حبايبي المبتدئين او اللي مش بيظبط معاهم رز المعمر يعملوه بمنتهى الاحترافيه ويطلع معاكي مظبوط جدا. برضو كده قلت احط على الوش كده معلقه كبيره من القشطه، بما ان اصلا شايله وش اللبن كله، فقلت احط معلقه كبيره كده واوزعها من القشطه عشان يطلع معايا الرز بقى يعني مش عايزه اقول لكم على جماله. طبعا حطيته على درجة حرارة عالية جدا في الرف اللي تحت خالص، اللي هو في الصاجة من تحت. طلع معايا بمنتهى الجمال دوت، بولع فوق وبولع تحت. اول ما هو ياخد لون من فوق كده بروح طافيه على طول الشواية واسيبه من تحت. اول ما يبدأ يغلي معايا كده من تحت واحس اللبن بيفور معايا، هسيبه زي ما هو على صاجة الفرن، بس ههدي الفرن، هوصل درجة الحرارة ل 170 درجة او 160 درجة، واسيبه براحته خالص لغاية ما احس ان هو نشف خالص واستوى. بس خلي بالك لا يلسع منك او تسيبيه فترة طويلة. طلع بالجمال ده ما شاء الله، وشه جميل جدا. واللي بيساعد ان الوش حلو كده ما شاء الله عشان اللبن بخيره فلاحي كمان.
وانا كمان مع اني كنت شايله كمان منه القشطه، بس انا وزعت على وشه برضو حته قشطه. لو انت ما عندكش قشطه واللبن بخيره، مش شرط خالص تحط قشطه، هيطلع معاكي برضو بوش. لو انت جايباه من حد مضمون هيطلع كده وشه جميل كده زي ما انت شايفه. احلى طاجن رز معمر ممكن تعتمديه في اي عزومه عندك، او ضيوف او اي حاجه، او تعمليه ببيتك. هتعملي جنبه ايه؟ انا ما بعملش جنبه اي حاجه. انا عندي في ناس عندي بياكلوه بالعسل، وفي اللي بياكلوه كده من غير عسل خالص، فبحط جنبه شوية عسل أبيض أو عسل أسمر، اللي هو عسل النحل يعني، أو عسل أسمر. ممكن أعمل شوية بطاطس محمرة، ممكن أسلق بيض. اللي عايز ياكله كده ياكله، واللي عايز ياكله كده ياكله. انت ممكن بقى، في ناس كتير بتعمله جنب حاجات يعني، فراخ، جنب صينية بطاطس. كل واحد بقى على حسب ما هو اتعود. أكلة حلوة وجميلة وكمان سريعة وفي منتهى الجمال. عايزة اقول لكم كانت ريحته مفحفحة وطعمه في منتهى الجمال والله. حلو جدا جدا. كمان ما شاء الله طالع مفلفل جدا. يمكن هو كمان مش باين علشان هو سخن قوي، لما بيبرد سيكه كده بيبان الفلفله بتاعته اكتر، لانه طبعا سخن، وانت عارفين اللبن وهو سخن قوي يعني، او الحاجه اللي محطوط عليها لبن بتحسها لازقه ببعضها شويه. بس بجد كان مفلفل وكان طعمه حلو قوي. يا ريت حبايب قلب ما تنسوش اللايك، يا ريت اللايك، يا ريت اللايك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.